التزم بالحوار ده شهر على الاقل، واوعدك ان حب الشباب بتاعك ما قلش عن الربع يبقى اعمل اللي انت عايزه. انا حرفيا ما باخدش منك جنيه، مش قلت لك تعالى ادفع تيج هانلي وسكين كير وبتاع. بحس اي حد بيتكلم عن الحوار ده خول عامه يعني. لا لا يا شباب، ما فيش حاجه اسمها سكين كير، ما فيش حاجه اسمها اللي انت تحط كريمات بالشيء الفلاني على وشك عشان تخلي بشرتك حلوه وتفتيح البشره والشغل الخولات ده، لا ملناش فيه. احسن طريقه تشيل بيها حب الشباب من غير فلوس، من غير ما تدفع ولا مليم حرفيا، هي انك تحسن من اكلك. طيب تحسن من اكلك ازاي؟ بص، خلينا متفقين اللي انت عمرك ما هتاخد خطوه في حياتك في اللي انت تكون احسن الا لما تاخد حاجه بحزم كده. يعني انا مثلا عندك، انا عندي هدف ان انا اوصل ل6 باك، لازم اوصل باي ظرف، مش عشان اشوط بنات ومش عشان اكون جامد فشخ 3 مرات. دي حاجه كان نفسي اعملها من زمان. انا واحد كان وزني 140 كيلو، فانا نفسي اوصل للوزن المثالي بالنسبه لي، ونفسي اصور الصور الحلوه دي وانزلها على السوشيال ميديا عشان انت ايه تتحرق وتعمل زي او تنتحر ايهما اقرب يعني. فقصه حب الشباب انت شكلك لازم يكون حلو. هتعمل ده ازاي؟ الاكل. تاكل ايه؟ خلينا متفقين طبعا ان الاندومي والشيبسي والحلويات والسكر، بالذات السكر يا شباب، بالله عليك ما تاكلش سكر على قد ما تقدر. شويه الشاي اللي انت تشربهم دول حطيت لي فيهم معلقتين 3 سكر، بلاش، عشان خاطر نفسك. انت ما تعرفنيش ولا انا اعرفك، فعشان خاطر نفسك ارحم نفسك وبطل السكر اللي تشربه على الفاضي والمليان في الشاي وفي الحلويات والهوز اللي على الفاضي والمليان. بطل حوار السكر ده بالذات، واوعدك هتلاقي فرق بنسبه 40% في خلال اسبوعين. انت طبعا شفت الصوره الغلاف، غالبا انا هحط صورتي قبل وبعد من 2-3 ولغايه دلوقتي انت الحمد لله شوف اهو، مفيش تقريبا ولا حبايه واحده. ونادر جدا لما تطلع لي حبايه، ولما بتطلع بكون عارف سببها ايه. تمام، لما بتطلع لي حبايه واحده في جسمي بكون عارف سببها ايه. انا عندي حبوب في ظهري، بس ايه سببها؟ التستوستيرون عالي. لما الناس بتلاقي ناس تاخد ستيرويدز وكده بتلاقي عندهم حبوب في ظهرها كتير. ما باخدش ستيرويدز على فكره، بس نسبه ان انا عليت الهرمون التستوستيرون بتاعي بزياده طبيعي، فجسمي لسه ما تاقلمش معاه، لسه ما خدش الذروه دي، فباجي لي حساسيه في ظهري وهرش كتير وصعوبه ساعات في النوم. ده انا عارف سبب. بس الاكل نضيف جدا الحمد لله، رغم ان انا ما باكلش اكل غالي. انا بصرف حاجات بسيطه جدا على فكره. انا باكل هي فرخه في الاسبوع، فرخه واحده بقسمها 4 ارباع واكل ربع كل فين وفين، او باكل نص ساعات لما اكون جعان ومتمرن جامد، وجبنه قريش وبيض. بص اقول لك على حاجه، انا ممكن اجيب لي هوز على اخر الاسبوع، ممكن اجيب لي بتاع الصغيره دي عامله زي الكراميلا كده، حاجه تافهه حاجه عبيطه، عشان بس ايه اكون راضي واصبر نفسي على اللي انا بعمله. واحنا مش موضوعنا النهارده الدايت وهشرح لك بالتفصيل، بس انا بقول لك ابعد عن السكر اول حاجه، وبعد كده خش في الحاجات التانية. الحاجات التانية زي ايه؟ لازم تتمرن، لازم تعرق، ولازم تغسل وشك بعد العرق. العرق بيفتح المسام وبيطلع حاجه اسمها الماده الخام للبكتيريا، مش لازم تعرف اسمها ايه، الماده اللي السكر بتاع البكتيريا، الغذاء بتاع البكتيريا اللي بيحب يتغذى عليه على وشك، ده بيطلع مع التمرين. تمام، هو بيطلع في العادي مع جسمك مع الحر واي حاجه، وحتى لو في الشتاء بيطلع لك حبوب، ده برضو النتح العادي، انت بتنتح زي النبته كده، تعرق والجسم بتاعك بيطلع حاجه زي السكر، وبيطلع فيها حاجات نسبه امونيا اللي هي البول حرفيا. الحاجات دي بتبقى بقى خصبه جدا للبكتيريا، فبتطلع حبوب في وشك وهكذا. طيب فلازم تتمرن بحيث ان انت عارف، انت زي ما تكون عندك حفره كده فبتطلع كل اللي فيها وبعد كده تشطف. فاهم؟ تتمرن ازاي؟ انا عامل فيديو ازاي تتمرن بالظبط، ازاي تنزل الجيم لاول مره، فده مش موضوعنا النهارده، مش عايز اطول عليك، انا عايز يكون فيديو مختصر على قد ما نقدر يعني. اكتر حاجه بقى تفيدك طبعا اللي انت تستحمى بعد التمرين، ولازم تستحمى كل يوم وكل فتره، وسيبك من اللي بيقول لك خد كريمات كذا، خد شامبو مش عارف اسمه ايه، خد صابون. كل ده هري، كل ده ملوش لازمه. انا وعدتك ان انت ما تدفعش ولا جنيه. انا ادخلك الفيديو ده واقسم بالله انا تقريبا ما دفعتش ولا جنيه واحد على حوار ان انا اشيل حب الشباب من جسمي. دلوقتي السر السحري واكتر حاجه اللي انا مش متخيل بجد كميه الناس اللي عمرها ما اتكلمت عن الحاجه دي، اللي انت تغسل وشك بالميه فقط 5 مرات في اليوم. ما سمعتش معاك 5 مرات في اليوم دي حاجه؟ الوضوء. انا من يوم ما انا التزمت بالصلاه وبدات اتوضى، يعني انا حتى لو دخلت اعمل حمام ولا حاجه بلاقي نفسي بتوضى غصب عني. انا اتعودت على كده، انا اتعودت ان انا اغسل وشي بالميه واغسل دراعي، اتعودت على كده، جسمي اتعود على كده. تمام بقى في اللاوعي بتاعي. حتى لو قطعت في الصلاه يومين 3 اسبوع حتى بالكتير، انا مش بقطع ان انا ما بصليش، انا بقى بجمع الصلوات على بعضها. تمام، وده والله غصب عني. ما علينا دلوقتي فكره ان انا بغسل وشي بالميه، البكتيريا مش بتلحق تنمو على جسمي، مش بتلحق تنمو. وانت عارف لما بقطع في الصلاه بجد بقى ولما بطل بجد بيحصل لي حاله من الانتكاس كده، ما اعرفش اللي بيحصل. ساعات كنت بكتئب زمان وكده، بتبدا تطلع الحبوب تاني. والله العظيم اقسم لك بالله ما فيش 3 ايام ورا بعض اكون مقطع في الصلاه واكون رجعت عادات من العادات الوحشه، سواء بورن او كذا. هو البورن وكده عشان برضو نخلص من النقطه دي،
بتتفرج على بورن كتير، بتتفرج على البحيات كتير، تفرز كتير ده بيأثر ولا لا؟ ولا مش عايز افتي كتير، بس انت بتطلع العناصر بيتغذى عليها جهاز المناعه بتاعك في انه يحارب البكتيريا دي. ولو انت بتدخن انت ممكن ما تلاقيش ان انت بيطلع لك حب الشباب، هتسال ليه؟ التدخين حاجه وحشه، المفروض يعني اي حاجه وحشه بتعمل لي حاجه وحشه. لا، البكتيريا دي بتخترق جلدك وبتخش في دمك على طول، وبتعمل بقى جسم المناعه اللي تبر جلدك خط الدفاع الاول، جسمك دمك بقى خط الدفاع الثاني، فهو ما بيعرفش يعديها البكتيريا دي، بس هي بتخش في دمك حرفيا بدل ما هي كانت بره. لا، احنا عايزينها دنها بره وما تطلعش. فلو انت بتدخن دي حاجه مش هتاثر على حوار حب الشباب، مش موضوع الفيديو النهارده. مش بقول لك التدخين صح او غلط دلوقتي. نقطتك الوحيده اللي انت تلازم بيها الميه. لو انت يا سيدي مش هتصلي 5 مرات في اليوم، اتوضى بس 5 مرات في اليوم. مش قادر تتوضى 5 مرات في اليوم، اغسل وشك كل 4 ساعات، كل 3 ساعات بالكتير. حطها تايمر كده، اعملها ان انت تغسل وشك 5 مرات في اليوم. التزم بالحوار ده شهر على الاقل، واوعدك ان حب الشباب بتاعك ما قلش عن الربع، يبقى اعمل اللي انت عايزه. انا حرفيا ما باخدش منك جنيه. مش قلت لك تعالى ادفع تيج هانلي وسكين كير وبتاع؟ بحس اي حد بيتكلم الحوار ده خول عامه يعني. لا لا يا شباب، ما فيش حاجه اسمها سكين كير، ما فيش حاجه اسمها اللي انت حط كريمات بالشيء الفلاني على وشك عشان تخلي بشرتك حلوه وتفتيح البشره والشغل الخولات ده. لا، ملناش فيه. حرفيا ميه بس، واقسم بالله زي ما انت شايف اهو، مش محتاج يعني اوضح حاجات كتير.